اهلا بيكم من جديد. ولانها مصر الغنيه بتاريخ كبير، مش غريب انك تلاقي في كل شبر هتلاقي اثر. هتلاقي بقى اثر مصري وقديم، وهتلاقي اثر روماني، وهتلاقي اثر قبطي واسلامي. هتلاقي حاجات كتير في مختلف الاماكن. هتلاقي هنا بقى برضو مجموعه من الشباب فكروا في مبادره مختلفه. المبادره اسمها شواهد مصر. هذه شواهد المبادرة مصر هي المبادره. طبعا مبادرة مهمة جدا واسمها بيوحي بحاجات كتيرة جدا، بتستهدف توثيق وتنظيف وإعادة إحياء آثار كانت مهملة لسنين كتيرة، ده طبعا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. من خلال المبادرة دي الشباب قدروا ان هم يتعرفوا على مواقع أثرية كتيرة جدا ويكتشفوا مفاجآت أكتر هنتعرف عليها دلوقتي من الباحث الأثري ومؤسس هذه المبادرة حسام عبد العظيم اللي منورنا. يا أستاذ حسام صباح الخير عليك. صباح الفل، اهلا بحضراتكم. يا اهلا بيك يا تشرفت. فندم. احنا بقالنا سنتين ونص في هذه المبادره حتى الان تقريبا وعندنا شغل كتير قوي حصل خلال السنتين الحمد ونص لله. اللي فاتوا، لكن عايزين نبتدي بفكره المبادره اول ما جات لكم والخطوات الاولى في هذه المبادره. تمام. هو مبدئيا شواهد مصر كاسم نفسه يعني بدات سنه اواخر 21، لكن احنا في قبل كده كان شغل الحمد لله عملناه برضو بخصوص الاثار المصريه في القاهره. كنت مؤسس قبلها في سنه 2020 من حوالي سنتين تقريبا زي ما حضرتك ذكرت مبادره اخرى سابقه اسمها سيره القاهره، وكان بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار. وكان حقيقه كان مفاجاه بالنسبه لنا ان الوزاره رحبت جدا جدا اول ما سمعت ان احنا عايزين نتطوع وننزل ونساعد الوزاره بان احنا لو في اثار موجوده في زمام القاهره نقدر ان احنا نساعد الحكومه بان احنا نتدارك يعني المشاكل اللي فيها، خاصه لو فيها رديم، فيها قمامه، فيها اتربه او حاجات من كده. فالحمد لله في سيره القاهره نظفنا 5 اثار في 4 ايام خلال شهرين من سبتمبر حتى نوفمبر 2020. بعد كده توقفنا شويه، بعد كده رجعنا تاني باسم اخر اسمه شواهد مصر. والحقيقه شواهد مصر عشان نتوسع اكتر من الناحيه الجغرافيه، بدل ما يكون القاهره بس يكون كمان ان شاء الله في الجمهوريه. بس احنا بدانا برضو في القاهره، وخلال شواهد مصر حتى الان يعني عملنا 5 اثار، وسادس اثر احنا لسه عاملينه يوم السبت اللي فات بالتعاون مع وزاره الاثار برضو. فهو الحقيقه احنا يعني طبعا يعني بسبب ان البروجكت دوت او المشروع دوت احنا ما كناش هنقدر ناخد فيه اي خطوات الا طبعا بموافقه من وزاره السياحه والاثار. ومن هنا طبعا لازم يجب لهم الشكر الحقيقه، لان احنا لولا موافقتهم ما كناش هنقدر نعمل الكلام ده خالص. طيب واحده واحده عليا بقى. طبعا احنا نظفنا 5 اثار في 4 ايام. احنا ده مين؟ عددنا كام؟ تعرفوا بعض ازاي؟ اتلميتوا مع بعض ازاي؟ اخترتوا الاماكن دي على اساس ايه؟ شوفي، هو الاثر في الاول خالص كان في اثر انتشر على السوشيال ميديا. حتى طبعا عارفين دلوقتي السوشيال ميديا هي المؤثره دلوقتي في الساحه كلها طبعا. يعني فكان في اثر عمره اكتر من 900 سنه، اثر فاطمي يعني يعني اكبر من اعمار دول بكتير جدا. الاثر ده موجود في ارافه الامام الشافعي اسمه قبه الحصواتي. فلقينا فيه اكوام من الزباله شديده وشكلها للاسف محزن يعني. فالقبه ديت لما احنا شفناها بالحاله ديت فتواصلت مع وقتها انا كشخص الاول كحسام تواصلت الاول وقتها مع نائب رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه. ده البوزيشن او المنصب اللي تحت الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. فتواصلنا معاه الدكتور ابو بكر دلوقتي حاليا رئيس القطاع، وقلت له على الفكره فرحب جدا، بل بالعكس بيقول لي طيب قدم يا حسام طلب للوزاره او قدمه لينا في القطاع واحنا هنوافق عليه في خلال 48 ساعه. طبعا وقتها دي حاجه يعني معقوله هيتوافق في 48 ساعه؟ دي حاجه يعني تحفه يعني. فبل بالعكس انا لقيت ان انا مثلا قدمت النهارده كان يوم الاربع، بكره الخميس قبل ما تكمل 24 ساعه لقيت المنطقه مدير عام المنطقه استاذ سهوري قنصوه لقيتها بتكلمني يا استاذ حسام هتنزلوا امتى عشان تشتغلوا في القب. يعني اقل من 24 ساعه خدنا الموافقه وكانت موافقه رسميه الحمد لله. فدخلنا القبه نظفناها حوالي شلنا منها حوالي 2 طن زباله تقريبا في حوالي 7 ساعات، واللي كان المشارك وقتها 9 افراد فقط لا غير يعني، ومن اعمار مختلفه من 60 سنه لحد عشرينات يعني عشرة عمر. وكانت بادوات بسيطه جدا جدا يعني كام مقشه على كام كوريك على كام قفه على كام شوال، وخلصنا القصه دي الحمد لله في يوم واحد الحمد لله. لكن مش اي حد كان هيقدر يعمل كده، ومش اي حد كان هياخد موافقه الوزاره غير لو كانوا واثقين فيه، لانه ممكن يضر هذا الاثر. ده طبعا اكيد، ده اكيد، لان بيبقى في حاجه اسمها في الوزاره موافقات امنيه. الوزاره طبعا بتشوف من الناحيه الامنيه الاشخاص اللي بيقدموا الطلب دوت وبيتم التقصي عنهم، وبعد كده بيتم الموافقه ان كان ينفع يعني.
اكيد. فكره التعامل بادوات مختلفه، يعني كلمه كوريك دي وانت بتقولها انا اتخضيت. بتستخدموها وانتم محافظين بقى وبتتعاملوا مع الاثر نفسه طبعا. وعارفين انه ما ينفعش نقترب منه بشكل معين او كده، ولا ان شاء الله ربنا هيسلم وبننزل كده خلاص؟ هو انا يمكن عشان متخصص في الاثار واشتغلت قبل كده، كنت عضو بعثه حفاير ابو الهول في 2010، عضو متدرب، فيعني كنت تعاملت الى حد ما مع الاثر، وبدات ان انا اتفهم شويه ازاي التعامل مع الاثر. فاحنا عندنا اذا كان في سيره القاهره قبل كده او شواهد مصر، احنا مش بنشترط على اي حد انه يكون متخصص، بل بالعكس تعالى شرفنا، احنا معانا الادوات، قدرت تجيب معاك ادوات تتبرع بيها للمبادره او تجيبها معاك تشتغل بيها وتاخدها بعد كده معاك. احنا بنعلمك ازاي تتعامل مع الاثر. في حاله ان مثلا الاثر اللي احنا بناخده دوت فيه مشكله ما، في مثلا معرض لاي انهيار لا قدر الله، ما بندخلش فيه اصلا. طب لو في حاجه مثلا زي مثلا شباك، مين اللي بيحدد ده؟ شوف، هو احنا دايما بنبقى على خط متوازي مع الوزاره، يعني حتى اللي احنا لما بنيجي نقدم للوزاره طلب، يا جماعه احنا عايزين ناخد الاثار كذا وكذا وكذا، فالوزاره بتوافق على ما تراه مناسبا ان احنا نتدخل فيه، ولا توافق على الباقي، يعني على حسب ما تراه الوزاره، لان هي في الاول وفي الاخر هي اللي بتدير هذه الاثار في الجمهوريه. فاحنا يعني ما نحن الا يعني ضيوف عليهم، يعني على الاثار في مصر يعني. عشان كده احنا بيتم دايما التنسيق معاهم. طيب انت قلت يعني انتوا نظفتوا كام اثر؟ 5 اثار لحد دلوقتي. 11 اثر. 11 اثر كله سيره القاهره مزبوط. وشواهد مصر. مظبوط. طب عايزين نحكي عن اكثر الاثار كانت خلينا نقول فيها جزء كبير جدا من الاهمال ومن القمامه الموجوده، اكثر الاثار اللي انتوا اتخضيتوا لما شفتوها. شوف بصراحه للامانه كلهم. ليه بقى؟ لان احنا احيانا بقول لحضرتك يعني مثلا قبه مثلا حوالي 4 متر في 4 متر، احنا يعني طلعنا 2 طن على سبيل المثال في شهر، تقريبا من شهر ونص. لا جواها، ده جواها بس، ده جواها بس. احنا مش بنتعامل في الشارع، احنا بنتعامل مع الاثر ذاته. طب مش متخصصين في القصه دي. انا اقصد بمحيط القبه، مش الشوارع المحيطه بالقبه، لا اللي هي جدرانها من الخارج، يعني ما لو في حاجه من حد يدخل جوه القبه يرمي قمامه جوه القبه. لا. ليه بقى؟ لان الاثار، حضرتك عارف ان الاثار الاسلاميه القصات الاسلامي بيبقى بين المساكن والبيوت والى اخره، ومنتشر كتير جدا جدا في مصر، اذا كان ازبله او قباب او اضرحه او ما الى ذلك. فطبعا الاثار ديت عشان هي ما بين البيوت، واحنا دلوقتي يعني كترنا الى حد ما شاء الله علينا يعني، فالناس طبعا بتنسى الاثر دوت ينسب لمين، او بتنسى ان في حد مدفون تحت القبه دي. فوهي ماشيه كده لو في شباك مفتوح او شباك مكسور او حاجه، فبترمي القمامه وبعد كده بتمشي. ده للاسف الشديد يعني. فاحنا بنيجي عشان كده بيبقى في حاجه محور مهم جدا جدا احنا بنشتغل عليه، ان هو مساله التوعيه. هو ده، لان احنا بنيجي الاثر ده مره واحده، مش هنيجي كل يوم. فاحنا لما بنيجي مره واحده وبنمشي، احنا لازم ان احنا بنوعي مع الناس اللي حوالين الاثر دوت، عشان هم الحراس الحقيقيين. يعني حتى الوزاره نفسها مش هتفضل 24 سنه في 24 ساعه ان هي تحرس هذا الاثر، حتى لو في حراسه، حتى لو في امن، حتى لو كان في اي شيء. انما الناس الحقيقيين اللي بيحافظوا الحاجه ده هو المحيطين. فبالنسبه لاكثر الحاجات اللي طلعنا منها واتفاجئنا الحقيقه، قبه عمرها 400 سنه تقريبا اسمها قبه الكومي، ودي فيها واحد كان اتدفن فيها يعني امير من الامراء في العصر العثماني، وراجل يعني كبير طائفه عسكريه، او تعتبر يعني كبير طائفه او كبير فرقه جيش. فالراجل ده الحقيقه مدفون جوه القبه ديت، والقبه يعني تقريبا 4.5 متر او 5.5 او 5 متر في 5 متر، حاجه صغيره برضه. طلعنا منها 6 طن دي لوحدها بس من جوه. وللاسف علشان الباب مع الوقت طبعا هي في منطقه اسمها الحطابه، فالمنطقه ديت للاسف حوالين القبه بالذات اصبح مع الوقت، مع شديد الاسف يعني يمكن من الثمانينات حتى الان اصبحت مكان لرمي القمامه ورمي المخلفات. البيت اللي بيقع بياخدوا الرتش بتاع البيت ده وبيرموه جنب القبه، فطبعا القبه بقى الارتفاع حواليها القمامه تخيلوا حضرتك حوالي 4 متر بيوصل لبعض الاحيان حوالين القبه، فطبعا سد باب الدخول. باب الدخول ارتفاعه حوالي 2 متر 20 2 متر 25. فاحنا اتفاجئنا ان باب الدخول نفسه مدفون. طب الناس هتخش ازاي تنظف؟ ففي شباك في نفس مستوى باب الدخول من الجنب. الشباك ده عشان احنا نعرف ندخله، اول ما دخلنا القبه كنا معذره كنا بندخله زحف كده عشان نعرف نخش القبه. فلما دخلنا جينا بقى عشان نفتح الباب، عشان بعد كده زملائنا في الوزاره يعرفوا يخشوا القبه. فلما الناس المجاورين وفي المنطقه يشوفوا ان في متابعه من الوزاره والناس بتخش القبه، يبقى ما فيش ترمي زباله بعد كده. وهو ده الهدف، ان بعد كده نقدر ان احنا نحمي الاثر باكبر قدر ممكن.
يعني بنعمل اي حاجه. فعشان كده قمنا عملنا زي رامب او عملنا منحدر بالجدار الموازي للمدخل، وقمنا فتحنا الباب لاول مره من يمكن 30 سنه او حاجه. فطبعا لقينا طبقات بقى، يعني ممكن في صور هنا للزملاء، في طبقات لقينا من الردش وبلاط وحاجات من دي. طبعا ده كل ده من البيوت اللي تم هدمها هي دي ده من مدخل الحقيقه. المستوى ده كله حضرتك شايف، ده مستوى الشارع اللي بره، وده مستوى قبه من القباب اللي احنا اشتغلنا عليها دي، اشتغلنا فيها في شهر مايو السنه اللي فاتت. وده سقف من اسقف البديعه الحقيقه اللي موجوده، واحد من الاسبله سبيل ابراهيم اغا مستحفظان. ده موجود برضه في شارع باب الوزير، احنا اشتغلنا برضه فيه. اشتغلنا حقيقة في اثرين في يوم واحد، نظفتهم الحمد لله في يوم واحد. كان وقتها، فكان طبعا الحمد لله كان انجاز كبير الحمد لله للمبادره يعني. فطبعا تخيل حضرتك قد ايه احنا بنطلع احيانا في بعض الاسقف ونبدا ان احنا ننظفها بفرش يدويه، يعني بنبدا ان احنا نستخدم فرش البسيطه صغيره طبعا حسب الاحجام، واحده واحده كده مع القطر. لو في اي منهم هيتعاملوا معاهم ما نقدرش نتعامل معاهم. طب انا عندي سؤالين مع بعض. اول سؤال، نسقتوا مع مين علشان كل التنظيف اللي انتوا طلعتوه ده يتشال، ما يبقاش نقلنا المشكله من مكان لمكان تاني؟ صحيح. دي اول حاجه. تاني حاجه، حضرتك بتقولي انكم بتروحوا المكان مره واحده بس. اعتقد انه لو متاح ليكم وقت في ان انتوا تعملوا صيانه ومتابعه للي بيحصل، بدل ما تروحوا يوم تشيلوا 2 طن من القمامه، لو رحنا مره كل حبه كده، انتوا ادرى بيها بقى، لو شلنا شويه حاجات بسيطه غير لما نشيل 2 طن. بص حضرتك، هو اولا احنا بناخد الاثار اللي بتكون حالتها شويه ايه، يعني الى حد ما يجب التدخل عاجل فيها. يعني مرمي فيها اطنان القمامه او الرديم. يعني مثلا على سبيل المثال في زاويه احنا عملناها في سنه 2020 اسمها زاويه الشيخ حسن الرومي، ودي اول زاويه بنيت في مصر في العصر العثماني بعد دخول العثمانيين مصر. الزاويه دي الحقيقه هي تقريبا جنب باب القلعه من ناحيه السلطان حسن والرفاعي، هي تقريبا في مقابله السلطان حسن والرفاعي، وزاويه يعني مش كبيره. احنا خرجنا منها لوحدها حوالي 5 طن رديم. للاسف الشديد لو احنا يعني في مع الوزاره بيبقى متعاقد معاها شركات نظافه، فشركات النظافه بتخش الاماكن بقى اللي هي المفتوحه للزياره، اللي هي تبع المسار السياحي، فبتبدا انها تنظفها اول باول. انما الاماكن اللي فيها بقى رديم ضخم ومحتاجه تدخل عاجل دي يعني الى حد ما مش بتتدخل. عشان كده احنا بناخد الحاجات اللي فيها ايه، يعني شويه تعب شويه حبتين يعني. بالنسبه للرديم احنا دايما بنجيب كل مره اما عربيات تشيل الرديم ده وتاخده لمقلب عمومي، هم طبعا على حسب ما يتراءوا، او يعني مؤخرا حتى في تعاون جميل جدا جدا ما بيننا وبين الوزاره، اللي كانت لاول مره بعد 10 اثر ال 11 اللي فات قبه مملوكي عمرها اكتر من 640 سنه، قبه رائعه الجمال يمكن ما فيش زيها في الجمهوريه كلها. القبه دي موجوده برضو في منطقه الحطابه. لاول مره كانت الوزاره تدخل معانا في عمليه التنظيف، جابت العمال بقى، كانت عباره عن ملحمه، دخلت فيها طبعا المتطوعين معانا مع المبادره، الوزاره بعمالها، حي الخليفه دخل معانا كمان وجاب عربيه ونقل الكلام ده كله. عظيم. وكمان كنا لاول مره نعمل تعاون، الحقيقه انا شايفه حاجه جميله جدا جدا، كنوع من التوثيق وحاجه فنيه جميله قوي. اتفقنا مع مبادره جميله جدا اسمها رسم مصر، ومع استاذ دكتور في كليه فنون تطبيقيه، ان هم يجيبوا الطلبه بتوعهم ويرسموا بقى القبه اللي مقفوله بقى لها سنين طويله ديت، ويشوفوا الجمال اللي موجود فيها والاثار والتراث اللي حواليها، بحيث ان احنا بدل بس ما بنصور وبننزل الكلام في السوشيال ميديا وندعو الناس، لا يبقى يكون في حراك فني طبعا جميل يتداخل مع التراث. ده احنا كمان ممكن نعمل حاجه، احنا كمان ممكن نجيب لوحات كده ونكتب عن تاريخ هذا الاثر. صحيح. تكون موجوده، وده هيتطلب حاجه. انت كنت بتتكلم دلوقتي بتقول ان وزاره السياحه والاثار بتهتم بالقباب والاضراح الكبيره اللي موجوده ضمن خريطه الاثار الاسلاميه، ليه ما نضمش هذه القباب الجديده؟ هي مش جديده طبعا اللي بيتم تنظيفها، ليه ما تنضمش هي كمان لهذه القوائم، بحيث ان يكون مزار؟ في ناس كتيره بتيجي لهذه المزارات فتبقى مزار، فلما تبقى مزار اهل المنطقه هيعرفوا ان في ناس بتيجي تزور هذه المنطقه، مش مجرد جايين يتابعوا النظافه بتاعتها، لا ده جايين يزوروا هذا الاثر. فاعتقد انه هيكون ليه تاثير كبير جدا في زياده وعي الناس، وفي الناس هي كمان زي ما انت قلت ان هم حراس هذه المنطقه. صحيح. هو يعني الحمد لله احنا بنعتبره يعني حاجه جميله جدا احنا عملناها في حياتنا. يعني
ان في من ال 11 اثر دول اللي احنا اشتغلنا عليهم حتى الان، في 3 منهم الوزاره خدتهم ورممتهم، فدي بالنسبه لنا حاجه بعتبرها حاجه كويسه جدا. طبعا هو نجاح كبير للوزاره في نفس الوقت، ولكنه احنا بنعتبره نجاح لينا، ان احنا في الاول وفي الاخر احنا متطوعين. فاحنا بندخل مثلا في اثر بنخلصه وبنديه للوزاره، يا وزاره الاثار احنا عملنا كذا كذا وشيلنا كذا وخلصنا كذا، واحنا بنقترح على حضراتكم ان الاثر ده يتعمل فيه 1 2 3. وطبعا فكره التنظيف هي مش النهايه، هي بالعكس هي البدايه. وفكره الترميم برضو مش النهايه، انما الحاجه اللي المفترض ان هي تتعمل في كل اثار مصر، مش بس اثر ولا 2، اعاده الاستخدام. هي دي بقى هي دي المشكله، العقده الحقيقيه للاسف الشديد. احنا لما بنيجي دلوقتي نشتغل في اثر ونتم تنظيفه ممكن يتقفل، فاحنا بنقترح ترميمه لو هو محتاج ترميم. في اثار بتبقى على فكره مش محتاجه ترميم، في اثار مترممه بقى لها سنين طويله وبتكون فيها اتربه فمش محتاجه، يا دوب تتفتح بس يعاد استخدامها. وممكن يعاد استخدامها من الاهالي نفسهم، ان هم ياخدوها من الوزاره ويستخدموها بما يتناسب وبما يتراءى للوزاره، بما يتناسب مع طبيعه الاثر ذاته وطبيعته الجغرافيه وطبيعته الفنيه، ويبدا ان هو يعيد استخدامه لصالح الاثر. وبالتالي احنا كده بندر دخل على خزينه الدوله، وبالتالي احنا عملنا اثر، حطينا اثر جديد على الخريطه السياحيه. الاهالي ازاي تعيد استخدامه؟ عشان بس اقول لحضرتك، يعني على سبيل المثال هتلاقي في اماكن زي مثلا الخياميه. حضرتك لما تيجي تروح لخياميه بتلاقي ايه؟ بتلاقي محلات على اليمين ومحلات على الشمال، صح كده؟ وبيع الاقمشه الجميله اللي احنا الملونه اللي احنا كنا بنشوفها. مش بناخد بالنا ساعات ان في فوق المحلات اليمين وفوق المحلات الشمال في مشربيات، وفي دورين فوق ودورين يمين وشمال. ده اسمه ربع يمين وربع شمال. الربع يعني نقدر نعتبره ان هو حاجه زي فندق. والربع اليمين ده احنا خدناه في شهر سبتمبر السنه اللي فاتت، هو خدنا مساحه حوالي تقدر حوالي 1250 متر مربع، حوالي اكتر من 7 عريض، مساحه مهوله. المساحه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 15 مسكن، كل مسكن منفصل عن الاخر. بمعنى ايه؟ في طرقه، الطرقه دي موصله ابواب، كل باب بيفضي لمسكن داخلي. المسكن دوت دورين وسطح، واللي بيوصل الدورين ببعض سلم داخلي، فهو يعتبر زي شاليه. نفس الفكره بالظبط. وطبعا هو مبنى اثري، مبنى اثري تماما، هو تقريبا عمره حوالي 370 سنه، في حاجه عثماني، حاجه جميله جدا جدا، وفي وسط القاهره التاريخيه. فالمكان دوت هو مستخدم كاثر. مستخدم في ايه بقى؟ المحلات اللي تحت متاجره، مأجرينها من وزاره الاوقاف. فاحنا نقدر ان احنا نعيد استخدام الاثار بما يتناسب مع طبيعتها اذا كانت فنيه ولا جغرافيه. ونقدر ان احنا يعني مثلا حاجه زي الرابع احنا نظفناه خدنا فيه حوالي 6 ايام. الرابع ده كان مترمم في التسعينات، يعني سنه تقريبا 98 حاجه كده. فلما تم ترميمه اغلق، فهو اغلق حوالي 25 سنه او ما يقل شويه. فلما اغلق تكدس فيه الاتربه، الغبار اللي هو الخفيف قوي اللي هو مش لطيف ده بيتراكم في الطرق، ده تراكم جوه. احنا شلنا التراب الخفيف ده حضراتكم، شلنا حوالي 3 طن. تخيلوا بقى اكتر من 20 سنه بيتراكم الغبار ده كل يوم يوميا. فلما احنا شلنا الكلام ده يا وزاره الاثار، احنا محتاجين ان الاثر ده يعاد استخدامه، اهم حاجه يترمم ويعاد استخدامه. طبعا مع الاسف في حاجات بيتم ترميمها وتغلق تاني مع شديد الاسف، لكن احنا نرجو طبعا الامل دايما هو اللي بيحركنا، صح. لان احنا بعد ما خلصنا الاثار دي كلها ما حدش كان يتوقع ان الوزاره كانت توافق لنا على حاجه زي كده. الحمد لله. حسام عبد العظيم، الباحث الاثري، يعني مؤسس كمان مبادره شواهد مصر، مجهود محترم جدا. أشكرك. كل الشكر ليك وكل الشكر لاعضاء مبادرتك، وكل الشكر للناس اللي بتتعاون معاك بحيث ان انتوا تعيدوا احياء وتعيدوا تقديم الاثر ده بشكل مختلف تاني. شكرا جزيلا لك. شكرا لذوقك. شكرا ليك. تشرفنا يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات.